السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى في الفيديو بتاعنا النهاردة جايب لكم طريقة تطويل كابل اليو اس بي وكمان توصيله على اليو اس بي هاب 3. بس كالعادة في بداية الفيديو هطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة. ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما احنا شايفين ده كابل اليو اس بي او تطويلة الكابل اليو اس بي، ودي ليها مميزات كبيرة جدا جدا. معظم الناس بيكون عندها شاشات بتكون متعلقة على الحيطة، فبتكون فتحة كابل اليو اس بي ما بنعرفش نوصل لها بسهولة. فالكابل اللي قدامنا في الفيديو ده كابل يو اس بي او كابل تطويلة يو اس بي بيبقى له طرفين. الطرف الاولاني بيتركب فيه الشاشة، والطرف التاني بيكون نازل من الشاشة بحيث ان احنا نقدر ان احنا نركب فيه فلاشات زي ما احنا حابين. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا، وبجد الكابل ده من احسن الاختيارات اللي لازم تكون مع عندك في الشاشة بتاعتك علشان خاطر تتيح لك ان انت تستخدم الفلاشات بشكل سلس وشكل سهل ما يبقاش فيها اي مشكلة. بصوا حضراتكم، هنفتح كده مع بعض الكابل سعره بيتراوح من 15 ل 25 جنيه على حسب الطول بتاعه وعلى حسب كمان المكان اللي هجيبه منه. وفي منه على فكرة مسافات كبيرة، ده أصغر حاجة تقريبا 2 متر. الكابل ال 2 متر بيكون سعره حوالي 25 جنيه. وزي ما احنا شايفين كده هو له طرف يو اس بي بيركب فيه الشاشه، والطرف التاني اللي هو الفيميل اللي بتقدر تركب فيه فلاشه او تعمل تطويله لتطويله. الموضوع سهل وبسيط جدا يعني. فتعالوا بينا يلا، المفروض ان احنا نركبه بيه الشاشه. فانا اوريدي كنت جايب كابلين، ده كابل يو اس بي تاني بس لون بس مختلف، انا مركبه اصلا في الشاشه. وده الطرف بتاع اليو اس بي اللي بقول لحضراتكم عليه. بنركب فيه الفلاشه زي ما انا كنت بوري لحضراتكم كده. ادي الفلاشه اهي. بدل ما بفضل كل شويه ان انا عاوز ادخل ايدي من ورا الشاشه من جنب الحيطه عشان اركب الفلاشه، والموضوع بيبقى صعب وممكن حد يوقع الشاشه او كده. فالافضل ان احنا نستخدم كابل التطويله ده. وكمان الناس اللي بتشتكي ان انا عاوز اشغل اكتر من فلاشه مع بعض، جبنا لكم في الفيديو اليو اس بي هاب 3. وده على فكره فيديو خاص بالاكسسوارز كنت عملته عندنا على القناه. هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، هتلاقوا فيه اكسسوارز كتير قوي ممكن ان شاء الله تستخدموها وتنفعكم سواء كنت للبي سي او لللابتوب او كمان للشاشه. ومن ضمنهم اليو اس بي هاب 3 اللي قدام حضراتكم ده. اليو اس بي هاب 3 كان فيه منه نوعين. النوع اللي على اليمين اللي هو الصغير ال 30 سم، والنوع اللي على الشمال اللي هو اليو اس بي 3 التاني. ده الطول بتاعه تقريبا 1.2 او متر و20 سنتي. تعالوا كده نفتح الاثنين ونجربهم الاثنين قدام حضراتكم ونشوف ايه بقى ميزه اليو اس بي هاب انا واحد من الناس اللي ببقى معايا مثلا اكتر من فلاشه، عاوز اشغل من عليهم اكتر من محتوى. مش كل شويه هفضل اقوم اشغل فلاشه واشيلها واحط فلاشه تانية. انا عاوز يو اس بي هاب ابقى مجمع فيه فلاشتين 3 مع بعض واشغل الفلاشات دي مع بعض في نفس الوقت على الشاشه. فاليو اس بي هاب ده هو الحل. بس خلي بالكم من حاجه، لازم يكون الشاشه بتاعتنا سمارت علشان تقدر ان هي تقرا اليو اس بي هاب لان انا عندي شاشه 32 مش سمارت. لما جيت اعمل عليها اليو اس بي هاب ما اشتغلش، للاسف ما اشتغلش. لازم تكون الشاشه سمارت. فزي ما حضراتكم شايفين كده بنوصل اليو اس بي هاب بالكابل الفيميل الخاص باليو اس بي كيبل. وبمجرد ما بنوصل الكابل بنلاحظ على طول ان النور بتاع اليو اس بي هاب اشتغل، وبكده اليو اس بي هاب جاهز ان انا ابدا اني اوصل عليه الفلاشات. تعالوا كده يلا نركب الفلاشات ونجربها ونشوف الفلاشات هتشتغل ولا لا.
وزي ما احنا شايفين كده ده اليو اس بي هاب 3 النوع التاني او الاصدار الاحدث شويه من اللي احنا شغلناه. الميزه الوحيده في النوع ده هو في ميزتين. الميزه الاولى ان هو اطول، السلك اطول لانه تقريبا متر و20 سنتي، وبينما التاني حوالي تقريبا 30 سنتي، صغير جدا اليو اس بي هاب التاني. فاليو اس بي هاب دوت متر و20 سنتي اطول شويه، وكمان ونشوفه هيشتغل ولا هو. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن الشرح يكون بسيط وسهل، ونكون بنحاول دايما نقدم لكم حاجة تفيد كل الناس وتجعل الأمور تبقى أسهل بالنسبة لهم. وكالعادة في نهاية الفيديو هطلب منكم دايما أن انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة، وكمان تعملوا شير للفيديو عشان يستفيد بيه كل الناس. وادخلوا عندنا على القناة هتلاقوا فيديوهات كتيرة جدا جدا إن شاء الله بإذن الله دايما تعجبكم. وأشوفكم بإذن الله تعالى إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.